أهلا وسهلا فيكم، ورجعنا لكم فيديو جديد ووصفة جديدة سهلة وبدون تعقيدات. رز الطبقات طعمه مرة رهيب، أبغاكم تجربونه برمضان. شوفوا الرز هذا عبارة عن سلطة سهلة، كل شي مطبوخ، رز مطبوخ، خضروات مطبوخة وتزينوها بس كذا، والله سهلة. وتقدرون تسوونها لسحور رمضان لأنه مرة خفيفة. ويلا فورا بالوصفة، وأكيد أول مرة تشوفوني لا تنسون تعملوا لي اشتراك عشان في كثير وصفات جاية. دحين أنا عندي رز أبيض عادي، جبته غسلته مرة زين وححطه فورا فوق النار مع الملح، ولما تشوفونه بدأ يستوي ويانا راح نشيله، لا تتركونه كثير. وراح نبدأ نقطع الخضروات اللي هي البطاطا والجزر والشمندر لقطع تكون متوسطة شوي. إذا تبغونها تستوي وياكم بسرعة قطعونها قطعة صغيرة. وللناس اللي ما تبغى الشمندر، ما تحبوا مثلي، اعملوا حالكم مو شايفين، أوكي. وفيكم تشيلونه وتبدلونه بالدجاج، التونة، اللي نفسكم فيه. وما وريتكم فانوسي حلو صح؟ رجعت لكم للسوالف. المهم نجيب الخضروات ونحطها بالقدر وفورا فوق النار. وأنا هون نسيت البطاطا، المفروض حطها لحالة لأنه الشمندر بيعمل هيك لون. ونجيب 2 بيض ونحطهم مع البطاطا يستوون. الحقيقة أنا استعملت بس واحدة، فيكم تحطوا واحدة. أكيد غسلتهم وحطيت الملح. وراح نسوي المايونيز سوا لأن أنا ما بحب اشتريها من برا، فحنعملها سوا. عندها طريقتين بس حنعمل واحدة. راح نحط الزيت، عفوا أول شي حبة بيض والزيت حوالي نص كاس، والخل وبودرة الثوم والملح. وراح نخليها تبرد، ومن جهة ثانية راح نهرس البطاطا كثير منيح. اوكي دحين بعد ما طابت كل الخضروات هرسنا البطاطا، بشرنا الجزر، بشرنا الشمندر، والرز كمان استوى معنا. راح نجيب كمان زيتون والبيض والمايونيز والجبن. اوكي اول شي رشة زيت عشان ما تلصق ويانا طبقة البطاطا، اول طبقة. وراح نسويها كلها كذا بنفس الشكل، نسويها كلها. شفتوا شلون صارت ويانا؟ راح نضيف فوقها زيتون، فيكم تضيفوا ذرة، دجاج، اي اشي بتحبون، اي اشي تبغونه. وفوقه الرز ونسويه كله كذا بنفس الطريقة. إذا حبيتوا الوصفة لا تنسوا تدعموني بلايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان تلحقكم كل وصفة جديدة. وفوقه ضفت الجزر المبشور والشمندر المبشور بس بجهة عشاني أنا ما أحبه. وحقطع الجبن وأضيفه فوقه، فيكم تحطوا جبنة سائلة عادي.
وفوقهم المايونيز. ونسيت آسفة ما صورت لكم القوام كيف كانت، بس أنا دايما استعمل هاي الوصفة. راح صور لكم فيديو جديد قوامه. وللصراحة طعم المايونيز مرة رهيب وقوامه كله متماسك. وهي حتكون الطبقة الأخيرة من الرز، وبعدها مرة ثانية المايونيز. إذا ما تبغوها فيكن تستغنون عنها. وفوقه زيتون، وبعدها ببشر البيض. وهيك سهلة سريعة ما فيها تعقيدات، جهزت معنا. وهيك وصلنا لآخر الفيديو. أحب أقول لكم إن شاء الله تجربونها وتعجبكم، ولا تنسوا تخبروني بالتعليقات، وأكيد راح تصيرون مدمنين عليها. ويلا بالعافية عليكم، مع السلامة، وانتظروني بفيديو بكرة.